بص يا عمنا، بعد ماتش الذهاب شبه كان لعيبه الاهلي عندهم احباط كبير جدا، وده لان المغاربه يسجلوا جون على ارضك ده مش خير خالص. وقلنا كمان ان حلك في كذا انك تباغتهم مش تهاجمهم تفرق، وده برضو ما يخليكاش ان انت تدافع 90 دقيقه، خليك عبيط. وبجانب ده كله بقى انت لازم تتعامل مع اقوى سلاح ليهم، الضغط الجماهيري، وده لان بعيد عنك وعن السامعين العيال دي ملهاش حل، شياطين يرحمنا ربنا. المهم بقى بعد الهري ده كله احنا بدأنا ال 90 دقيقه، وقول لهم يعملوا لايك وسبسكرايب للموقع. والصراحه واقع الاجواء كان غير الخيال خالص، ومع دخول اللعيبه ظهر لك معنى كلمه جحيم كازابلانكا. بس على مين يابا؟ الاهلاويه رفعوا شعار قال لك كل اللي جاي تناحى بالعافيه او بالراحه. وفي ظل ان العجله بدات تدور والكره بدات تتدحرج في رجل الرجاله، عدينا اول 27 دقيقه من خرا كروي، شويه عشوائيه بقى على شويه عدم تفاهم على شويه تناحى على شويه كلاحه، حاجه كده ميكس قرف. والكلام ده استمر لحد ما نجم خد الفاول لمره الثالثه على التوالي على حدود ال 18، وساعتها عطيه الله بينفذ الفاول والكره بتعدي من الجميع وبتخدع الشناوي وبتخش الشبكه. ودي تعتبر كانت صدمه صعبه شويتين لان كانت كل حاجه بقت ضدك بما فيهم الحكم. وهنا طبعا بدات المرقعه، مع كل كره لعيب مغربي يقع، وده خلى حسين الشحات يطلع عن شعوره لان الحكم في ظل ان في هجمه للاهلي وقف الكره عشان لعيب الوداد قاعد على الارض. والله كان نفسي اقطع له التيشيرت. وبكده تعتبر احداث الشوط الاول خلصت، وعدينا اول 45 دقيقه بدون اي شكل او ريحه يدل ان ده ماتش كوره. ومع بدايه اخر 45 دقيقه كان في حاجه كده بتشبه ان الاهلي بيهاجم، مع الدقيقه 68 كده الماتش بيقف بسبب الدخان، ودي تعتبر كان نقطه التحول الحقيقيه بجد. وده لان لعيبه الاهلي بداوا يحفزوا بعض وبداوا ينظموا صفوفهم من جديد. وبعدها يعتبر ب9 دقائق كده عبد المنعم بيظرف التعادل بالعافيه او بالراحه. البطوله دي بتاعتنا بصراحه. وكل من هو بعد جون عبد المنعم هلس ملوش لازمه، والاهلي كان في ايده ان هو يوسع النتيجه ويكبرها، لكن محمد شريف ما كانش ليه مزاج، قال لك ايه تعادل. ومن بعد الجون كان في تناحى وكلاحه من لعيبه الاهلي، وده كان مطلوب ومرغوب فيه. وبعد ما الحكم الغروب ده صفر الاهلي خلاص بيتوج بالنجمه ال11 من وسط جحيم كازابلانكا. وبعد ما المعجنه دي خلصت حصل شويه حاجات اللي هم الرسميات دول، زي مثلا ان في نوادي كتير هنت الاهلي، كان ابرزهم مانشستر سيتي، وقال ايه نراكم في المملكه العربيه السعوديه، واللي هو يصاحبني يعني يا ابني اللي انت مشيته بوشك انا مشيته بقفايا. وطبعا كانت ابرز اللقطات لقطه الشناوي شوبير، حاجه عظمه، وساعتها شوبير بيشيل الشناوي وبيقول له انت اخويا يا لمبي. ونيجي بقى لاحسن لقطه، واللي بالمناسبه كانت احسن من الكره اللي اتقدمت في الماتش ده، ايوه هي دي. ونحب نقفل على كده قبل ما نشتم. سلام.